اللي عمل فيا كده راجل كبير قد جدي. أنا بقى اللي عمل معايا كده دكتور أطفال. حكايات صعبة وكلها تفاصيل صادمة ل5 فنانات اعترفوا إنهم اتعرضوا للتحرش في طفولتهم. الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي صعب جدا، وخصوصا اللي حصل مع الفنانة الأخيرة. أول فنانة هي ريهام عبد الغفور، واللي قلبت الدنيا من فترة، وده لما قالت إنها تعرضت للتحرش وهي طفلة من راجل عجوز قد جدها. مش بس كده، دي قالت إنها فرحت لما مات وحست إن الكابوس انتهى. تاني فنانة تعرضت للتحرش في طفولتها هي روبي، وقالت إن ده حصل من عامل نظافة وهي بتلعب بعجلتها قدام البيت، ووقتها حست بصدمة كبيرة. أما بقى آية سماحة فواجهت التحرش بكل شجاعة في طفولتها، وقالت إن أمها ما سكتتش لما حد اتحرش بيها. كمان سلمى أبو ضيف حكت بكل شجاعة وقالت دكتور الأطفال كان بيتحرش بيا